انت تعرف الفرق بين النيازك والمذنبات والكويكبات؟ سعادتك بتكلمني؟ تعالى مع بعض كده في اقل من دقيقه نعرف ايه الفرق. تعال. نبدأ بالكويكبات. الكويكبات هي عبارة عن البقايا الصخرية من تكون الكواكب في نظامنا الشمسي، وبتكون خالية من الهواء، وبيدور معظمها حوالين الشمس في حزام الكويكبات واللي موجود بين المريخ والمشتري، وبيتراوح حجمهم من حجم السيارة للكواكب القزمة. المذنبات عبارة عن كرات ثلجية في الفضاء، وبتتكون في الغالب من الجليد والغبار، واللي اتكونت خلال ولادة النظام الشمسي، وبتمتلك معظم المذنبات مدارات مستقرة في الامتدادات الخارجية للنظام الشمسي بعد كوكب نبتون. وبتتواجد المذنبات عموما في المناطق البعيدة عن النظام الشمسي في منطقتين، الأولى اسمها حزام كايبر والثانية اسمها سحابة أورت. نيجي لآخر حاجة معانا وهي النيازك والشهب والأحجار النيزكية، ودي بتكون عبارة عن كويكبات صغيرة أو فتات المذنبات واحيانا الكواكب، وبيتراوح حجمها من حبه الرمل للصخور بعرض 1 متر تقريبا. ولما بتصطدم النيازك للغلاف الجوي للكوكب تتحول معانا لشهب، ولو نجت النيازك دي من الغلاف الجوي واصطدمت بالارض فالبقايا بتاعتها بنقول عليها الاحجار النيزكيه. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وفولو، ولو حابب تعرف اكتر خش خد لك لفه في الحلقات اللي فاتت، شير الفيديو ده مع اصحابك يبقى كتر الف شيره.